إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. الشيخ محمود مجاهد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد الرمال والحصى وكلما أطاعك عبد أو عصى. أما بعد، مرحبا بكم أيها الأحباب في هذا المكان الطيب، ونقول كما قال أسلافنا: طبتم وطاب ممشاكم وتبوأكم من الجنة منزلا. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم كما جمعني بكم في هذا المكان الطيب أن يجمعني بكم في مستقر رحمته. آمين يا رب العالمين. وربما يطرح المرء سؤال: ما هي الإيجابية؟ كيف يكون المسلم عنده إيجابية؟ وهو موضوع خطة الجمعة القادمة إن شاء الله، هتسمعوها في المساجد. والإيجابية أيها الأحباب هي ضد السلبية. كيف يكون المسلم رجل إيجابي؟ فهذا هو منهج الأنبياء، وهذا هو درب الصالحين. فكان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله تبارك وتعالى كان رجل إيجابيا. وكان صلى الله عليه وسلم حينما دعا صناديق قريش لحلف الفضول وافق وذهب صلى الله عليه وسلم. وكم من بنود هذا المعاهدة ألا يكون في قريش كلها رجل مظلوم، ألا يكون في قريش كلها رجل أصابه ظلم. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: والله لو دعيت إلى هذا الحلف في الإسلام لأجبت. فكان صلى الله عليه وسلم بطبيعته رجل إيجابي. والإيجابية في الشرع أيها الأحباب هي العطاء، وهي الفداء، وهي الجود. أو كما قال: إذا أحسن الناس أحسنت، وإذا أساء الناس أسأت. فهذه هي السلبية. فالإيجابية إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساء الناس اجتنبت، ما خدش معاهم. فكان صلى الله عليه وسلم حينما كان في الغار كان يذهب بتلقائية، وكأن الله تبارك وتعالى هو الذي ساقه إلى هذا العمل. فحينما نزل عليه جبريل وقال له: يا محمد اقرأ، فقال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. في الثالثة قال: فأخذني وضمني حتى بلغ مني الجهل، ثم تركني وقال لي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فأخذ تلك الآيات وذهب إلى من؟ إلى خديجة بنت خويلد، وهو يرتجف فؤاده قائلا: زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال صلى الله عليه وسلم: يا خديجة، إني أخشى على نفسي. فماذا قالت المرأة الصالحة؟ قالت: والله لن يخزيك الله أبدا. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان رجل إيجابي. طب إيه هي الإيجابية؟ أو إيه هي فلسفة الإيجابية التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ سردت رضي الله عنها 5. قالت: إنك لتحمل الكلب، وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الضغط، وتقر الضيف، وتصل الرحم. وكأنها تقول للدنيا بأسرها أنه من كان إيجابيا مثل النبي صلى الله عليه وسلم لن يخزيه الله أبدا. وهكذا قالت أم المؤمنين
المؤمنين خديجة بنت خويلد إنك لن يخزيك الله أبدا لأنك كنت رجل إيجابي. فسردت هؤلاء الخمس. والإيجابية أيها الأحباب هي منهج الأنبياء. ننظر إلى موسى عليه السلام وهو نبي من أولي العزم من الرسل. نظر صلى الله عليه وسلم إلى حاله حينما يحكي رب العزة تبارك وتعالى قال: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلان يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته فتحركت الإيجابية في موسى عليه السلام. قال: وقف يا عم الحاج، ارجع يا عم الحاج، ما رجعش. فضربوا ضربة كانت القاضية، وهكذا صورها رب العزة تبارك وتعالى. قال: فوكده موسى فقضى عليه. فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: أي يا موسى إن هذه الأفعال ليست أفعال الصالحين وليست أفعال الأنبياء. فاستغفر موسى عليه السلام وتاب وأناب ورجع إلى الله تبارك وتعالى. هل أراد موسى أن يكون في السلبية أم أراد أن يكون في الإيجابية؟ يحكي لنا رب العزة تبارك وتعالى حينما دخل وجد ذلك المشهد، فإذا الذي استغاثه بالأمس يستصرخه. ذهب نبي الله موسى إليه قال له: إنك لغوي مبين، أنت كل يوم هتجيب لنا مشكلة، ارجع. فموسى عليه السلام بيرفع إيده عشان يصد الراجل، فالراجل مفكره إن هو هيضربه زي ما ضرب مين؟ الراجل اللي فات. ما تصحى معايا يا عم الحاج وتصلي على النبي. ففكروا هيضربه، فقال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ وهنا أيها الأحباب انكشف ستر موسى عليه السلام، وعلموا بني إسرائيل أن من الذي علم الفرعون أنه من الذي قتل الرجل؟ موسى عليه السلام. فإيجابية نبي الله موسى ورطته في جريمة قتل، لكن الدافع إلى تلك الفعلة أنه كان يريد أن يكون رجل إيجابي لله تبارك وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى بعث إليه من ينجيه، بعث إليه من يحذره. انظر كيف صور القرآن: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. خرج نبي الله موسى، خرج منها خائفا يترقب. دايما الراجل اللي عامل عامله او خايف او واكل عجين بطنه وجعان، يعني تلاقي واحد مثلا حب يوصل على واحد او حب يغري واحد او حب دايما فكره رايح فين؟ اول ما يلاقي المشكله ظهرت قدام منه يفتكر ده انا عملت كذا. فخرج منها خائفا يترقب، أي يلتفت حوله وأمامه حتى وصل إلى مدين. هل يكون نبي الله موسى في هذه الغربة رجل سلبي أم يكون رجل إيجابي؟ يحكي ربنا تبارك وتعالى: حتى إذا ورد ماء مدين وجد عليها أمة من الناس يسقون ووجد من دونهما امرأتان تزودان. تحركت في موسى الإيجابية وتحركت فيه الشهامة. قام إليهم رغم ما به من تعب ورغم ما به من نصب ورغم ما حل عليه الجوع والعطش، فإذا به يقوم امرأتان تزودان حول الرعيان ولا تريدان أن تختلط معهم لكي تسقي أغنامهم. فقام إليهم نبي الله موسى قائلا: ما خطبكما؟ فأجابته إحداهما وقالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء
وأبونا شيخ كبير. برروا خروجهم من بيتهم لأن ما لهمش عائل يعولهم، لأن أبوهم في البيت رجل قعيد. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فحينما يصور رب العزة تبارك وتعالى ذلك المشهد قائلا فسقى لهما. وسع يا جدع انت هو وخد الرعيان وزعلهم أغنامهم. ثم أوى إلى الظل، قعد بقى يستريح. انظر إلى حال موسى، رجل في غربة، طريد غريب، أصابه الجوع، وحينما رأى من يحتاجه لم يتأخر. انظر إلى المشهد الذي يحكيه ربنا تبارك وتعالى: حتى إذا ورد ماء مدين وجد أمة من الناس يسكون ووجد من دونهما امرأتان تزودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما. ثم أوى إلى الظل. دعا ربنا سبحانه وتعالى بدعوة موجزة لحاله كله. شوف كلمتين اتنين قالوا النبي الله موسى، طلب منه الأكل والشرب والمأوى والعطف. الرجل حينما يكون في غربة يحتاج لقدر من الحنان، يحتاج لقدر من الدفء الأسري. فجمع كل ذلك في مقولة واحدة قالها نبي الله موسى. ماذا قال؟ قال ربي لما أنزلت إلي من خير فقير. قدامي واحدة ست جميلة وأسرة عريقة وأنا وحيد، ربي لما أنزلت إلي من خير فقير. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في حديث يرويه أبو هريرة: رب أشعث أخبر لو أقسم على الله لأبره. تلاقي راجل كده أشعث، شعره جديد، أخبر، هدومه على قدها، لابس هدوم كده غلبان زي حالاتي، أشعث أخبر، ويقول يا رب افعل لي كذا، ربنا سبحانه وتعالى يستجيب. انظر إلى دعاء نبي الله موسى، قال ربي لما أنزلت إلي من خير فقير. فكانت الإجابة في التو واللحظة. هل هي خرجت من بيتها حينما دعا نبي الله موسى؟ طب بيتها بعيد في آخر القرية. حينما أقامت واستعدلت بملابسها وذهبت إلى موسى، حينما فرغ نبي الله موسى من دعائه جاءته إحداهما تمشي على استحياء. وهكذا يقول ربنا تبارك وتعالى. قال ربي لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قال إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ونحن ننظر أيها الأحباب إلى فضل الدعاء وإلى فضل التضرع إلى الله تبارك وتعالى. ونبيكم صلى الله عليه وسلم حينما كان رجل إيجابي وضاقت عليه قريش بما فيها ذهب إلى الطائف، ذهب يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وعاد من الطائف مكسور الخاطر صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. عاد صلى الله عليه وسلم من الطائف حينما وقفوا له صامتين قائلين له ألم يجد ربك غيرك فيرسله إلينا صلى الله عليه وسلم. وقال آخر لا نريدك في ديارنا أي بين أظهرنا. وأغروه بسفهائهم وصبيانهم يلقونه بالحجارة صلى الله عليه وسلم. فآوى إلى جدار بن ربيعة متضرعا لله تبارك وتعالى. وحينما يدعو نبي الله عز وجل ربه تبارك وتعالى تكون الإجابة في التو واللحظة. طب إيه دعا بإيه النبي صلى الله عليه وسلم؟
قال لي ايه سيدنا النبي صلى عليه؟ اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي ونعم وقلة حيلتي وهواني على الناس، انت ربي وانت رب المستضعفين، الى من تكلني؟ الى قريب يتجهمني ام الى عدو ملكته امري؟ ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي. الله. انظر إلى الدعاء وهو يخرج من قلب نبي صلى الله عليه وسلم متضرعا إلى الله تبارك وتعالى. وهذا الدعاء أيها الأحباب إن أردنا أن ننظر إليه نجده يخرج من قلب مفطون بالأحزان. قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي آمين يا رب العالمين وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت ربي وأنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى قريب يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذنا بالدعاء إلى طريق آخر لكي نتعلم فن الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يدعو ربه تبارك وتعالى ويقول أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا فعل ربنا تبارك وتعالى حينما فعل مع موسى عليه السلام. قال رب لما أنزلت إلي من خير فقير؟ كانت الإجابة في التو واللحظة، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. وحينما دعا نبينا صلى الله عليه وسلم قائلا أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك، فعل ربنا تبارك وتعالى. فماذا فعل؟ بعث جبريل عليه السلام اذهب يا جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وانظر إلى حاله وهو أعلم بحاله. وأخذ جبريل معه ملك الجبال بأمر الله تبارك وتعالى. وكان اللقاء هو لقاء حميم حينما يلقي جبريل السلام على نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم قائلا يا محمد إن الله سمع دعاءك وبعث معي ملك الجبال أؤمره بما شئت. فقال ملك الجبال بعدما سلم على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لو شئت يا محمد لأطبقت عليهم الأخشبين وهم جبلين. وهنا يتجلى بخلقه وبرحمته وبإيجابيته صلى الله عليه وسلم. يقول مقولة كتبت بحروف من نور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وقد حانت ساعة الانتقام. فإذا به صلى الله عليه وسلم يوقف كل ذلك ويقول عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. والإيجابية أيها الأحباب كانت في نبي الله سليمان عليه السلام. وحينما يصور لنا ربنا تبارك وتعالى كيف كان نبي الله سليمان رجل إيجابي، ونحن ننظر أيها الأحباب حينما يضرب الله لنا المثل في النملة وفي الهدهد كيف كان هذه المخلوقات إيجابية.
اسمع معي إلى قوله تبارك وتعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة وهي إيجابية: ما اتخذت طريق السلبية منهجا بل كانت نملة إيجابية حينما قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. لماذا؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وقرئت: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبا هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان داود عليه السلام رجل غيور، والغيرة في الرجال هي شيء إيجابي. كان داود عليه السلام رجل غيور، فكان لا يخرج من بيته إلا وأغلقت الأبواب، فلا أحد يدخل على أهله ولا أحد يخرج. قال: فخرجت امرأته تتفكر أحوال البيت، أي ما تطبخ، أي ما تروح، أي ما تعمل، أي بتفكر أحوال إيه. فوجدت رجل قائم في وسط البيت فصرخت: من هذا الرجل وكيف دخل؟ لنفضحن عند داود. داود لما هيجي هيخلدنا الدنيا عجينة. لنفضحن عند داود. فصرخت في البيت: من أدخل ذلك الرجل؟ ونحن ننظر أيها الأحباب وإذا بباب البيت يفتح ويدخل من؟ داود عليه السلام. فوجد الرجل فقال: من أنت وكيف دخلت والأبواب مغلقة؟ فقال: أنا الذي لا تعجزني الأبواب ولا يعجزني الحجب. فقال: نعم، علمت أنك ملك الموت، أهلا بقضاء الله تبارك وتعالى. قال الراوي: فتذمر داود في مكانه حتى قبض. الله وقف مكانه حتى قبض، حتى قضى عليه ملك الموت. ولم تكون له جنازة إلا عند شروق الشمس. خرج سليمان عليه السلام كما وصف ربنا تبارك وتعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. كان الجن والإنس يمشون أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وكانت الطير تظله. قال أحد العارفين أن جنازة نبي الله داود كان بها 70,000 راهبا إسرائيليين من بني إسرائيل، عليهم البرونز اللي هو الصوب اللي كانوا بيلبسوه الرهبان، 70,000. وما رأيت جنازة مثل تلك الجنازة. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. فإذا بالطير حينما أظلتهم منعت الهواء عن القرية أجمعين. فكان الحر شديد، فأشار إليهم نبي الله سليمان أن أقبضنا، يعني ضللوا بجناح، وجناح إيه؟ لا، جناح لا.
وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيسأله أبا هريرة: كيف فعل نبي الله سليمان يا رسول الله حين زاغ؟ قال صلى الله عليه وسلم: وغلبت عليه المضراحية. قال أرباب المعاني: المضراحية هي النسور الحمراء. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حالة وهو يشرح ذلك، ولكن الله تبارك وتعالى شرح لنا ذلك بقوله تبارك وتعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. طيب ننتقل بقى للمرحلة الثانية اللي هي مرحلة الإيجابية المحض، ومشهد ليس له مثيل إلا في كتاب الله تبارك وتعالى. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. الموكب ماشي والدنيا ماشية، ويحكي ربنا تبارك وتعالى فيقول: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، وقرئت نملة، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ليحطمنكم سليمان، وقرئت ليحطمنكم سليمان، ليحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه النملة أيها الأحباب كان ممكن تقف وتقول: وأنا مالي، إيه اللي هيعرضني للتهلكة؟ ما أنا أخش في أي دل وألبت فيه خلاص. لكنها وقفت ونادت في قومها: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. لماذا؟ ليحطمنكم سليمان بحوافر خيوله. فوصفته بالعدل حينما قالت وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، لأن سيدنا سليمان كان يعرف اللغة، وحينما سمع النملة ففهمها، وكان هنا تبسم. والتبسم أيها الأحباب كما يقول أرباب المعاني هو 3 أنواع. في تبسم غضب، أنا قلت لو أتبسم لك تبسم غضب، وفي تبسم رضا، وفي تبسم سخرية. يبقى التبسم كم نوع يا عم الحاج؟ 3. طب إيه هما؟ تبسم الرضا، وتبسم غضب، وتبسم سخرية. وأجابت الآية العظيمة عن نوع التبسم الذي تبسمه نبي الله سليمان. فتبسم ضاحكا من قولها.